عارف انت العادة الغريبة اللي بتعملها دي لما بتدخل اوضتك وتقفل الباب على نفسك وتبدأ تشغل اغاني وتسرح بخيالك وتفضل تتمشى في الأوضة وتألف سيناريوهات ملهاش اي علاقة بالواقع اللي انت عايش فيه. للأسف يا صاحبي ده اضطراب نفسي اسمه مالدابيتيف داي دريمينج او الشرود الخيالي المفرط، ولو انت بتعمل كده فالحق نفسك علشان انت مريض نفسي، لان ده طلع مرض نفسي ومش انت بس اللي بتعمله، لان في ناس كتيرة بتعمل كده. هو انهم بيحاولوا يخرجوا من الواقع اللي هم عايشين فيه من خلال انهم بيرسموا سيناريوهات وخيالات نفسهم يحققوها في الواقع، وبما انها مش بتحصل في الواقع فبيعيشوا معاها في الخيال. تعالوا نشوف مع بعض اعراض الاضطراب ده، يمكن تكون مصاب بيه وانت ما تعرفش. لو بتفكر كتير وبتعيش في خيالات ملهاش اي علاقة في الواقع فانت مصاب بالاضطراب ده. لو بتحس انك فرحان او مبسوط او في مشاعر حقيقية بتجيلك من الخيالات اللي انت بتتخيلها دي سواء فرح او حزن فانت مصاب بالاضطراب ده. لو بتشغل اغاني علشان تحفز الشعور ده وتغرق في خيالاتك وفعلا بتتبسط لما بتشغلها فانت مصاب بالاضطراب ده. لو بدأت تحس انك مش قادر تسيطر على انك تبطل تفكير ورسم خيالات مش هتحصل في الواقع فانت بقيت مدمن ومصاب بالاضطراب ده ولازم تتعالج. طب ليه الناس بتعمل كده؟ لما الشخص بيحس بضغط نفسي بيهرب من الضغط ده من خلال انه بيلاقي في الخيال حياة ومساحة آمنة يقدر يعيش فيها، او انه بيعبر عن طموحه اللي مش بيقدر يحققه بالخيال وبيحفز الشعور ده بانه يشغل اغاني. لو الموضوع بدأ يأثر على حياتك والواقع بتاعك يا صاحبي فانت لازم تتعالج. اخرج من الخيالات اللي انت واهم نفسك بيها دي وعيش الواقع.